هل النوم ممكن إن هو يأثّر على حالتنا النفسية؟ النوم هو حاجة مهمة جدًا، كل كائن حي بينام، بينام علشان يستعيد طاقته، علشان سلامة جسمه وسلامة عقله، لكن هل النوم ممكن إن هو يأثّر على حالتنا النفسية؟ بيأثّر جدًا على حالتنا النفسية. طيب إيه هي فوايد النوم؟ النوم ليه فوايد كتير. أول حاجة إن هو بيساعد المُخ إن هو يركّز ويفكّر أحسن. تاني حاجة بيحسّن الذاكرة والاستيعاب والتعلُّم. تالت حاجة بيوازن ما بين مشاعرك وبيقلل من العصبية والتوتُّر. رابع حاجة بيساعد الجسم إن هو يرجّع طاقته مرّة تانية. خامس حاجة بينظّم الهرمونات. سادس حاجة بيوازن الشهية. سابع حاجة بيدعم القلب وصحة الجسم عمومًا. هل قلة النوم ممكن إن هي تأثّر على مشاعرنا؟ قلة النوم ممكن تأثّر على مشاعرنا. في دراسة اتعملت حوالين موضوع النوم والمشاعر، والدراسة دي ركّزت على سؤال محدد وهو هل النوم القليل ممكن يأثّر على مشاعرنا؟ ال الدراسة دي ركّزت على آخر 50 سَنة أبحاث حوالين الموضوع ده، ولقوا إن النوم السيء بيأثّر على المشاعر الإيجابية وبيزوّد من القلق. الفكرة المهمة من الدراسة دي مش بس كانت عن الحالة المزاجية السيئة، لكن ركّزت كمان على المنظومة الانفعالية نفسها، يعني إزاي الشخص يستقبل الموقف وإزاي يفسّر وإزاي يقدر يتعامل معاه. يعني لو الشخص نام قليل ممكن إن هو يكون حساس زيادة عن اللزوم، ممكن إن هو يبالغ في رَد فعله، ممكن يحس بالضغط والتوتر بسرعة من أي موقف بسيط، وبيكون صعب جدًا إن هو يقدر يرجّع توازنه مرّة تانية. كمان في دراسة تانية ركّزت على موضوع الأرق، وإن إزاي الأرق ممكن إن هو يكون عامل خطر لظهور الأمراض النفسية. كمان ركّزت على الفرق ما بين الأرق وما بين قِلّة النوم، لإن في فرق ما بين الشخص اللي بينام ساعات قليلة لكن بسهولة، وشخص تاني عنده صعوبة في النوم أو الاستمرارية في النوم وعدم الراحة. الدراسة هنا ركّزت على إن الأرق ممكن إن هو يسبق الاضطرابات النفسية، وفي مراجعة ظهرت 2023 أكدت إن الناس اللي عندهم أرق الأعراض النفسية عندهم بتتطور بشكل أسرع من الناس اللي بتنام كويس. إيه اللي ممكن يحصل لو ما نمناش خالص؟ في دراسة ركّزت على الحرمان الكامل من النوم وعلى الحالة المزاجية وعلى استجابة الشخص وعلى قدرته على تنظيم مشاعره. الدراسة دي كانت نتيجتها إن الحرمان من النوم بيزوّد المشاعر السلبية بدرجة متوسطة وبيقلل المشاعر الإيجابية بشكل كبير، وبيضعف قدرة الشخص على إن هو ينظّم انفعالاته، وخصوصًا في السن الصغير. يعني الشخص بيتضايق بسرعة، مش بيبقى عنده صبر، ما بيبقاش هادي، وإحساسه بالمشاعر الإيجابية زي الحماس بيكون قليل. هل ده معناه إن إحنا لو حسّنا من نومنا ونمنا كويس ممكن حالتنا النفسية تتحسّن؟ آه، في دراسة اتعملت حوالين الموضوع ده، والدراسة دي ركّزت على السؤال ده، هل النوم الكويس ممكن إن هو يحسّن من أعراض الأمراض النفسية؟ والنتيجة إن تحسين جودة النوم كان مرتبط بانخفاض ملحوظ في أعراض الاكتئاب والقلق، وده معناه إن النوم السيء ممكن إن هو يزود الأعراض، وتحسين النوم ممكن إن هو يساعد إن الأعراض تخف أو إن هي تقل بالتدريج. خلاصة الكلام قلة النوم بتأثر على المزاج اليومي، يعني ممكن إن هي تزود من حالة الضيق والقلق وتقلل الإحساس بالمشاعر الإيجابية. اضطرابات النوم مش بتكون بس نتيجة للمشاكل النفسية، لكن ممكن كمان تكون عامل خطر ليها خصوصا مع الأرق والنوم القليل. كمان النوم بيأثر على تنظيم المشاعر والانفعالات، والنوم الوحش ممكن يخلي الشخص يتعامل مع مشاعره بشكل أسوأ. كمان النوم ممكن يساعد في تحسين حالتك النفسية، خصوصا أعراض القلق والاكتئاب. لو عندك مشكلة مع النوم، يعني بتنام بصعوبة، نومك قليل، بتصحى أكتر من مرة بالليل، ساعات نومك قليلة، ما تنساش إن أنت تتفرج على الفيديو الجاي عن إزاي إن أنت تحسن من نومك. الفيديو هيتكلم عن خطوات بسيطة ممكن إن أنت تعملها وهتساعدك إن أنت تنام كويس. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.